السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة 5. النهاردة معانا هنحل امتحانين بنفس طريقة الورقة اللي هتجيلك في نص السنة. يعني امتحان الترم اللي هيجيلك نفس النمط اللي احنا هنحل عليه دلوقتي، وهنحل الامتحانين كاملين بما فيهم أول سؤال اللي هو سؤال الليسننج. عايزك تسمعوا كويس كل اللي هقوله عشان هنعرف نحل دلوقتي. يلا بينا نبدأ في الليسننج. I'm Ali. I like my school uniform. Everyone wears a white shirt and blue trousers. We have to wear a tie every day. The girls wear a white shirt, but they don't wear trousers. They wear a blue skirt. أول سؤال معانا Ali likes his school. طبعا school uniform. Everyone wears a white. عايز كل واحد كده يكون مجاوب قبلية كمان، عايز ناس شاطرة. A white shirt. We have to wear a نقط every day. طبعا a tie. The girls don't wear مش بيلبسوا ايه؟ trousers. Yes ممتاز. تاني سؤال choose the correct answer. طبعا هنختار الإجابة الصحيحة بناء على إن احنا مذاكرين كل الفقرات اللي موجودة في المنهج. The نقط destroyed many homes and other buildings. يعني بيدمر بيوت كتيرة جدا ومباني أخرى. إيه هو اللي بيدمر الحاجات دي كلها؟ احنا طبعا درسناه tornado العاصفة tornado. I don't want to work with animals. They نقط me. أنا مش بحب أشتغل مع الحيوانات، يبقى هم إيه؟ بيخوفوني. Scare. My father planted an apple tree in his. بابا زرع ايه بقى؟ زرع شجرة تفاح فين؟ garden. in his garden في الحديقة بتاعته. I'm good at reading. أنا كويس وجيد جدا في القراية. But I am not at drawing. طبعا but هجيب حاجة عكسها هتبقى bad. تالت سؤال نفس برضو الترتيب اللي هيجيلك في نص السنة بالظبط. read and complete. هيجيلنا 5 اختيارات فوق وهنختار 4 منهم بناء على القراية بتاعتنا. Jack went to sell his cow in the market. went to sell his cow in the market يعني راح عشان يبيع البقرة بتاعته فين؟ في السوق. on his way في طريقه. طبعا احنا المفروض نكون فاكرين الدرس ده. he not an old man. طبعا هو قابل شخص كبير في السن، يبقى هنختار met اللي هو اول اختيار. the man had الراجل كان معاه نقط beans. طبعا هنختار special beans. he wanted Jack to هو كان عايز جاك ان هو ايه؟ نقط them. طبعا هو كان عايز جاك ان هو يشتريهم. لو نفتكر القصة هنختار buy يعني يشتري. he said the beans will make Jack. الحبوب دي هتخلي او الفول ده هيخلي جاك ايه؟ rich غني rich. هنا الفقرة دي المفروض ان احنا بنقرا الفقرة كويس جدا، ولكن نصيحتي ليك ونصيحتي ليكي ان انت هتقرا الجزئية اللي تحت الاول الاسئلة. هنقرا الاسئلة دي كويس جدا جدا وبعدين نبدأ نقرا الفقرة علشان نكون محضرين وعايزين ايه بالظبط من الفقرة دي. One day في يوم من الايام my family and I driving through the desert to visit my cousins. كنا ماشيين كده في الصحراء وراكبين العربية بتاعتنا علشان نروح نشوف ابن عمنا. After 20 minutes بعد 20 دقيقة I looked out the window. أنا بصيت كده بره الشباك and saw a sandstorm. شفت عاصفة رملية. Soon there was a lot of sand in the air outside the car and it was very difficult to see. طبعا الجو كان مليان عفارة بره والعربيات ما كناش عارفين نشوفوها كمان. We closed all the windows. قفلنا كل الشبابيك. ولكن it was now very dark. بقت ضلمة جدا. There were other cars on the road. كان في عربيات تانية على الطريق. Were they going to hit us؟ طبعا كانت هتخبطنا. I was really scared. أنا كنت خايف حقا.
My father moved the car off the road and we stopped. طبعا ركنها كده على جنب الطريق ووقفنا خلاص. We didn't see any more cars. ما كناش قادرين نشوف عربيات تانية on the road. But the sandstorm moved very slowly. بدأت تمشي كده ايه بالراحة. Then وبعد كده suddenly فجأة it moved away. مشي البيت خالص بقى كده خلاص اختفت. We saw the sun again and drove on through the desert. وكملنا الطريق بتاعنا خلال الصحراء. There was a not outside the car. طبعا كان في ايه بره العربيات sandstorm. The underlined word كلمة the underlined word يعني الكلمة التي تحتها خط scared means دي معناها تعني. خد بالك the underlined word لازم تبقى عارف ان هي معناها الكلمة التي تحتها خط، وكلمة means تبقى عارف ان هي معناها تعني، لان ساعات بيجيب لك the opposite العكس بتاعها، فخد بالك. طبعا كلمة scared المعنى بتاعها afraid يعني خايف برضو. Why were they driving through the desert؟ ليه هم كانوا ماشيين خلال الصحراء؟ طبعا هنطلع فوق خالص كده هنقول هنا because they wanted to visit their cousins، يعني كانوا عايزين يزوروا ابن عمهم في السطر الاولاني في اخره كده، وكلمه cousins في بدايه السطر الثاني. يعني انا لما بقرا الفقره بطريقه كويسه انا كده كده ضامن الدرجات دي لانها يعتبر اجابتها كلها موجوده في الفقره. Why برضو لماذا was it difficult for them to see in the sandstorm؟ ليه كان صعب بالنسبة لهم ان هم يشوفوا في sandstorm؟ طبعا هنقول because it was a lot of sand in the air outside the car. السطر الثالث طبعا علشان كان في رملة كتير جدا بره وما كانوش قادرين ان هم يشوفوا. السؤال اللي جاي ده بتاع الريوردر هيجي لك سؤالين ترتيب بس. Who made the shoes every night؟ مين اللي صنع الأحذية كل ليلة؟ طبعا الدرس ده فاكرينه جدا بتاع الأقزام. أنا طبعا بعدها يا إما فعل يا إما فعل مساعد. عندنا am أهو. I am on Elephantine Island. هنا السؤال بتاع البراكتس الأقواس الجميلة جدا بيجيب لك حاجتين غلط وانت بتصحح منهم. الموضوع سهل جدا جدا جدا. نادر is good at، نادر جيد فيه. احنا خدنا قبل كده good at bad at great at بيجي بعديهم ing، وكمان how about لما يبدأ السؤال how about برضه بيجي بعد ing، يبقى احنا هنحط ing لكلمة play. طبعا هنشيل الاس وهتبقى playing. السؤال التاني I buy a new bike yesterday. اقف هنا yesterday يعني امبارح امس، يعني انا كده هجيب التصريف الثاني بتاع الفعل باي اللي هو هيكون bought. punctuation خد بالك ان مش شرط ان انت تكون بتحط اول حرف كابيتال واخر حاجه فول ستوب او question mark او exclamation mark، لا انت ممكن يجيب لك حاجه يلخبطك. بس هنا طبعا السؤال ده جميل جدا وسهل، فالW كابيتال وفي الاخر هنحط question mark عشان هو بيبدا بأداة استفهام what. الباراجراف هيبقى مطلوب منك 30 كلمه بالظبط. هنا بيجيب لك عن موضوع the importance of tourism يعني أهمية السياحة، وعندنا guiding elements اللي هي العناصر التوضيحية local people اللي هو الناس المحليين، و new cultures اللي هي ثقافات جديدة. هتبدأ تكتب 30 كلمة. يعني الموضوع 30 كلمة مش صعب عليك، ولكن أنا بطلب منك لازم تكونوا بتقروا الفقرة كويس جدا جدا. ندخل على الامتحان التاني هيبقى بنفس المواصفات بالظبط، وكل الامتحانات اللي موجودة بنفس المواصفات لأنها بتكون متطابقة مع نماذج الوزارة. سؤال الليسننج زي ما احنا خدناه دلوقتي واتدربنا عليه، هنسمع وهنبدأ نجاوب. الموضوع هيبقى سهل جدا جدا معانا. هنبدأ طبعا من السؤال التاني لأن سؤال الليسننج المفروض إن احنا درجاته كده كده ضامنينها. Choose the correct answer. To cut something عشان تقطع شيء. is to not it. طبعا هجيب حاجة زي cut. ايه اللي ينفع معانا هنا؟ chop يعني يقطع برضو. it's cold الجو سقع. I'll wear my انا هرتدي ايه؟ طبعا من ضمن الاختيارات الوحيد اللي ينفع مين؟ انا سامع اللي بيجاوب. على فكرة في ناس دايما بتجاوب قبلية ودول بحبهم جدا. jacket هنختار jacket. number 3 not help people learn about new cultures. مين اللي بيساعدهم ان هو يعرفوا ثقافات جديدة؟
طبعا السياحة tourism. A نقط is when the temperature goes very high. ايه بقى اللي بيحصل لما درجة الحرارة بترتفع؟ اللي هي ايه؟ الموجة الحارة اللي هي heat wave. عندنا في الاختيارات conditioning, clothing, cool, drinking, hot. In extra heat في الحرارة بقى العالية we should drink lots of water. لازم نشرب مياه كتير even يعني حتى if we don't feel thirsty يعني لو احنا كمان مش عطشانين. We should open the windows. لازم نفتح الشبابيك when there is a نقط wind. نفتح الشبابيك امتى؟ لما نلاقي ايه بقى؟ لما نلاقي cool wind رياح منعشة نفتح الشبابيك. We should wear light cool نقط ايه بقى اللي نقدر نلبسه light cool يعني حاجة خفيفة كده ومنعشة؟ الهدوم طبعا، الملابس، الأقمشة. clothing. We should try to spend time in cool buildings with air ايه؟ طبعا احنا كنا واخدينها air conditioning اللي هو التكييف. air conditioning. We shouldn't لا يجب go outside ان احنا نخرج بره in نقط weather. طبعا انهي طقس اللي ما ينفعش نخرج فيه بره كتير؟ hot weather. هنختار hot. المفروض السؤال ده درجاته في جيبنا، المفروض في جيبي كده وانا مطمن لان انا بقرا الفقره وبحل الاسئله. بس طبعا زي ما اتفقنا احنا المفروض نبص على الاسئله، نشوف شكل الاسئله عامل ازاي، وبعد كده نبدا نقرا الفقره علشان نبقى بنقرا وفي نفس الوقت بندور على اجابات. Sarah is my little sister. سارة دي اختي الصغنطوطه. She is 11 years old. هي عندها 11 سنه. She likes sports a lot. بتحب الرياضه كتير. Her favorite sport is squash. ماشي، رياضتها المفضلة السكواش. She plays it at the club. بتلعبها في النادي. With her friends. مع أصدقائها. She practices squash twice a week. مرتين في الأسبوع، وخد بالك twice a week محطوط تحتها line خط. She won many prizes. هي كسبت أو فازت بجوائز كتيرة. She wants to be a famous player. نفسها تبقى لاعب مشهور. My parents help her practice well. بيساعدوها ان هي تتدرب بطريقة جيدة. She is very clever and active. هي شاطرة جدا وماهرة ونشيطة. Choose the correct answer. وركزي جدا. The underlined phrase. الجملة او العبارة قصدي twice a week. عبارة twice a week اللي هي مرتين في الأسبوع means اتفقنا إن هي اسمها تعني، يعني عايز معنى الحاجة دي. means تعني. twice a week يعني مرتين في الأسبوع. تعني إيه؟ مديني 2 days 3 days 4 days 5 days. طبعا هختار 2 days يومين. Sarah wants to be a famous. نفسها تبقى famous إيه؟ طبعا famous player. Who helps Sarah practice well. مين اللي بيساعدوها؟ نرجع نبص كده. السطر الأخير my parents help her practice well. يبقى هنكتبه ايه الإجابة ايه؟ مش هنكتبه بقى my parents، هنكتبه her parents يعني والداها. How old is Sarah. عندها كم سنة سارة؟ طبعا هرجع أبص كده في الجملة وهلاقي في السطر برضو الأولاني بيقول لي she is 11 years old. عندها 11 سنة. هنكتب الجملة دي بالظبط. سؤال الأقواس الجميل. لا، الأقواس إيه؟ ناخد الريوردر الأول، ناخد الترتيب. is ده سؤال بفعل مساعد. تمام، فعل مساعد فاعل فعل، يبقى فعل مساعد is. فين الفاعل؟ it. is it windy in Alexandria. is it windy in Alexandria. وهنا السؤال بإز في المضارع البسيط مش في المضارع المستمر. لو كان في المضارع المستمر كنا هنجيب فعل مضاف له ing، لكن هنا عشان هو في المضارع البسيط بيجيب بعد الفاعل بقية الجملة على طول، مش بيحط فعل خالص. يبقى is it windy in Alexandria. هل هي فيها رياح في اسكندرية؟ work العمل ايه؟ is very important for life. work العمل
is very important. مهم جدا لإيه؟ for life للحياة. سؤال الأقواس الجميل. we must يجب helping our parents. طبعا احنا يجب ان احنا نساعد والدينا. تمام، جميل جدا، هنساعدهم ان شاء الله. بس must ما بيجيش بعدها الفعل مضاف له ing خالص. must بيجي بعدها الفعل في المصدر. يبقى help، هنكتب help بس من غير ال ing. What were you do last night؟ طيب يبقى انت عملت ايه الليلة اللي فاتت؟ بس were بيجي بعديها الفعل مضاف له ing. يبقى what were you doing last night؟ What were you doing؟ طبعا was و were بيجي بعديهم الفعل كده كده مضاف له ing. يبقى هنضيف ing لكلمة do. البانكتويشن هو بادئ لي الحرف الاول كابيتال، يعني طبعا انا مش هعمله كابيتال لان هو كده كده اوريدي عامله. طيب هكمل كده، هقرا الجمله. tourists visit Egypt to enjoy their time. tourists اللي هم السياح visit Egypt بيزوروا مصر. طب هي مصر دي ده اسم دوله، اسم الدوله لازم يبدا بحرف كابيتال، يبقى هكتب الاي هتبقى كابيتال، وفي الاخر هحط فول ستوب. اخر سؤال باراجراف دايما بقى مطلوب منك دلوقتي 30 words، 30 كلمه بس. هنتكلم عن الانتس النمل، عندي clever وعندي work hard. طبعا احنا فاكرين الدرس بتاع الانتس والجراس هابر، نرجع نراجع نبص عليه تاني وبعد كده نقفل الكتاب ونبدا نلخص من دماغنا. عايزين نلخص من دماغنا، ما نحفظش وخلاص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، وان شاء الله الفتره اللي جايه برضو في مراجعات كتيره. يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت ما تبخلش على كل اصحابك وتبعته لهم عشان كله يستفيد. شكرا جدا.